إنهم عشاق الجراد من كل الأعمار، يتنافسون للفوز بألذ أنواعه المسلوقة والمبخرة ليلتهموها بحثا عن فوائده الطبية المنتظرة. بسم الله ما شاء الله، بسم الله بسم الله بسم الله ما شاء الله. شوف الوحدة طرية، أجيب لك واحدة على 80 على 80 على 80. شوف ها يلا اشرب عاد انت. اخذين حنا باقوال ابائنا واجدادنا، اذا جاء الجراد كبوا الدواء. لا ثمن ودرال 90 علينا ب 95 ثمن ودرال. سوق الجردة وسط القصيم هو المكان الأشهر لبيع الجراد بأغلى أسعاره في العالم. هنا يستطيع السعوديون التفريق بين أنثى الجراد والذكر، حيث يتم جلبه حيا وبيعه على القادمين للسوق بعد إقناعهم بآثاره الصحية. وفائدته شفاه، فائدته شفاه، هذه فائدته شفاه. أنا بوكلك الحين أنت، بوكلك أنت، هذه الفائدة، هذا الزهم، هذا الفائدة. حاجة ما تجي لنا بالعمر مرة يمكن في السنة، لأن إذا جاء ربيع وجاء شيء جت، ما جاء ربيع ولا جاء ما جن. اللي يوردون يجيبون من ناس اسمهم جرادة، نفس المناطق الجبلية نفس الجرادة، هم اللي يستطيعون جمع جراد في المناطق الجبلية. صراحة اللي يأكلونه الوالد والوالدة عندنا في البيت. جدتي بس ما غير جدتي أحد، الباقي ما يأكلون. الجراد هو أنبوب دورة دموية، وجسمه يعتبر مخزنا مؤقتا لعصارة الأعشاب، ويروج أنه مقوٍ جنسي وعلاج للسكر والضغط والروماتيزم ولآلام الظهر وتأخر نمو الأطفال.